المشهد الخامس 25/3/2009. كل الدكاترة قالوا خير، كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء. ما احنا عارفين شهر مارس والهوا شوية برد ما يستاهلوش، والسن برضه ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجوي. عجزتي يما، عجزتي يما وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة، ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودرة، مش كنتي زي يما سمرة. الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وانا قلبي متوغوش وحاسس ان امي فيها إن ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه، حجزوها ليه؟ اول مرة احس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت. ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف في ساعتها بانه الموت. رسمت الضحكة بزيادة، رسمت الضحكة بزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة. ومين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوتي إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملوش رجوع. حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل، وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينيك وتقاطيعك وتهتهتك وألاعيبك. مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملوش رجوع. حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمري بتمثل، وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينيك وتقاطيعك وتهتهتك وألاعيبك. مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي